مش ساعات كده بتحس ان انت مخنوق ومتنكد بس مش عارف من ايه بالظبط، او بيحصل موقف صغير قوي وتحس ان انت زعلت وافورت بالزياده؟ طلع بقى ان كل ده عشان انت شايل مشاعر سلبيه جواك مش سامح لها بالرحيل. كتاب السماح بالرحيل قال ان في 3 طرق احنا بنتعامل بيها مع المشاعر السلبيه. الطريقه الاولى الكبت والقمع، يعني كل ما بتحصل لنا حاجه بتضايقنا بنحطها في الارشيف، بنخبيها، بنعمل نفسنا مش واخدين بالنا منها ونكبت في مشاعرنا ونفسنا. الطريقة التانية التعبير عن المشاعر، بنتكلم كتير عن مشاعرنا مع نفسنا ومع صحابنا وعلى السوشيال ميديا، وبنبقى فاكرين ان كده تمام احنا خرجنا اللي جوانا، ولكن للأسف ان احنا لما بنتكلم عنها كتير اللي بيحصل اننا يا اما بنكبرها جوانا ونشحن نفسنا بيها، او بننقلها للي قدامنا وكلنا بقى يبقى عندنا مشاعر سلبية مع بعض. الطريقة التالتة الهروب، نهرب من مشاعرنا السلبية. ايه ده انا هزعل، يلا نخرج، نسافر، ناكل، نتفرج على افلام، نشتغل كتير قوي، اي حاجه تخلينا نهرب من التعامل معاها. والكاتب قال ان الطرق ال3 دول للاسف ممكن يسكنوا شويه، لكن الحقيقه ان انت عمال تطبقهم وترصهم فوق بعض جواك، فاول ما يحصل موقف صغير او كبير تلاقي جبل المشاعر ده طلع وتراكم عليك، فطبيعي يخنقك. فلو افورت اعرف ان في مشاعر جوه انت ما سمحتلهاش بالرحيل. طب نسمح بالرحيل ازاي؟ هقول لكم الفيديو الجاي.